منتخب مصر بيخسر من سيراليون 4-1. 4-1 في مصر وسط جمهورنا. البطولة اللي هتصعد لكأس أفريقيا لكأس العالم، في بطولة أفريقيا اللي مصعدة لكأس العالم، في وسط جماهيرنا على أرضنا بنتغلب 4-1 من مين؟ من سيراليون. ليه؟ واخدين ابن فلان وابن فلان وابن فلان. ليه ما نجيبش لعيبة من، يعني بدل ما نروح نجيب لعيبة من أفريقيا وأهلي وزمالك يجيبوا لعيبة ويموتوا المنتخبات؟ لا، خش الأرياف، خش اعمل في كل محافظة كده فرع، لم كده من الشباب واعمل مباراة ونقي كده لعيبة. هتلاقي زي محمد صلاح، وهتلاقي زي مصطفى محمد، وهتلاقي زي عمر مرموش، وهتلاقي لعيبة زي شيكابالا هتلاقي لعيبة كتيرة. ليه ان احنا نجيب ابن فلان وابن فلان؟ لا، مش شرط ابن فلان يطلع ابن فلان ويطلع ابن كده. لا، انت هتلاقي مواهب، لان في الارياف ناس مدفونه، في ناس ما اهلها ما بيقدرش يصرفوا عليها، وفي ناس بتصرف عليها وما بتقدرش تكمل معاها، وفي ناس بيتنصب عليها. ففي الارياف فيه مواهب كتيره. خش كده واتفرج وشوف، هتطلع مواهب. وطبعا دي بنشوف محمد صلاح بيرفع علم مصر في وسط 80 ألف متفرج في إنجلترا، ويصوروا معاه سيلفي. بنشوف احتفالاته، بنشوف عايزين نعمل كده. لكن احنا عندنا اللي يحترف بره شهرين، 5 شهور، 6 شهور، سنة بكتير، ونروح نجيبه. ليه؟ ما تسيبه. لا، انت امنع دخول الأجانب مصر لعيبة ومدربين، واللي يطلع سيبه يطلع. الدوري بتاعنا ايه؟ انت بتشوف ماتش اهلي وبتروجيت، الاهلي وبتروجيت بيلعبوا، وتيجي تنقل على برشلونة وانتر ميلان، تحس ان انت كنت في عتمة وطلعت في نور. فدي مش كورة. لازم ياخدوا بالهم من النقطة دي عشان نقوي منتخباتنا. منتخب مصر للشباب في مصر من سيراليون 4-1، نتيجة تقيلة قوي. ليه كده؟ ليه لا